حبايب قلبي وحشتوني كتير. تعالوا بقى عشان النهارده هنتكلم في موضوع مهم قوي قوي قوي، خصوصا للمتجوزين جديد. وفي اول فتره دي اكتر فتره انا هتكلم عنها النهارده، ولكن هو هيفيد الناس المتجوزه بقالها فتره، هيفيد اي حد. وحتى لو انت مش متجوزه خدي فكره من الكلام اللي انا بقوله، عشان بعد كده تعرفي انت ايه الوضع اللي انت داخله عليه، او انت هتتعاملي ازاي. تابعوني، وطبعا زي ما احنا متفقين ورقه وقلم واكتبي ورايا كل حاجه انا بقولك عليها، لان انا مش بديكي كلام وخلاص، انا بديكي حاجات انا عايشاها. واللي ما يعرفش، انا متجوزه بقالي سنه ونص في بلد انا لسه يعني يعتبر ما اعرفش فيها حاجات كتير. انا كنت في المنيا واتجوزت في القاهره، يعني مسافه كبيره قوي. فعشان كده انا هديكم نصايح من واقع. طبعا ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل جرس التذكير، وزائد كمان ان احنا نعمل لايك وشير لاصحابنا المتجوزين. وكمان اكتبوا لي في الكومنت اي حاجة انتوا استفدتوا بيها من الفيديو ده، وكملوا الفيديو. السؤال الوجيه: ايه اللي بيحصل بعد الجواز؟ ليه الدنيا او اغلب المتجوزين بعد اول سنة ونص ولا سنتين تيجي تسألي واحدة متجوزة ايه الدنيا في الجواز تقولك زفت طين، اوعي تتجوزي، الحياة في بيت ابوكي احلى، مش عارفة. ده غير طبعا ان هي لو حد كئيب، لو حد بيشعر طاقة سلبية، احنا مالناش دعوة بدول، احنا بنتكلم على لو بنوتة عادية طبيعية بس بتقولك كده. فاغلبنا بيقعد يستوعب هو ايه اللي بيحصل في الجواز. فعلشان كده البنات دي بتقول كده. ليه اغلب المتجوزين حالتهم بتتقلب تحت وفوق، وخصوصا لو معاها طفل في اول سنة بيبقى وضعها لا يسر عدو ولا حبيب. ليه بقى؟ النهارده هنعرف الاسباب وهنعرف حلولها، وهنعرف ازاي نتخلص من كل المشاكل دي بطريقه سلسه وبسيطه، وهتفيدنا كلنا. تعلمي واستفيدي. واحد، ايه اسباب اللي خلتني اوصل للمرحله دي؟ اول سبب هو انك ما تخطبتيش للشخص اللي انت اتجوزتيه فتره كويسه تعرفيه فيها. حبيبه قلبي، احنا فتره الخطوبه بنعرف البني ادم اللي احنا هنتجوزه فيها، مش بنقعد نلفلف وبس. طبعا لازم احبه او اتقبله او كل الكلام الجميل ده، بس الاهم ان انا ابقى عارفاه، مش هقعد الفلف وبس، مش هقعد ادوف في جماله وجمال مش عارفه ايه خالص، وبعد كده بعد الجواز بنضرب بعض بالشباشب. الدنيا ما بتمشيش كده. الدنيا بتمشي ان انا ابقى كتاب مفتوح، وهو كمان لازم يبقى كتاب مفتوح. لازم اختبره في الفلوس، لازم اختبره في حياته العاطفيه السابقه، لازم اختبره في حته هل هو نظراته عامله ازاي للبنات، لازم اختبره في حته هل هو بيعط ولا لا، لازم اختبره في حته هو حاجه ولا لا. الدنيا تمام. دي فتره الخطوبه، مش فتره الخطوبه لفاليف ومش خالص، مش هي دي. احنا الفتره دي بنعرف البني ادم اللي احنا هنتنيل نعيش معاه، لان دي بتبقى مؤبد، خصوصا للمسيحيين اللي هو انا منهم. دي بتبقى مؤبد، يعني ما فيهاش مفر. طيب، تاني حاجة ان حضرتك خطبتي فترة كويسة، بس زي ما انا بقول كنت دايبة بقى في دباديبه، وكنت عايزة تنطلقي وتذوبي في بحر الغرام، فنسيتي بقى تبصي على العيوب. ايه ده في العيب الفلاني، لا خلاص مش مهم، انا هعرف اغيره. امه اللي بقالها 25 سنه قاعده معاه مش عارفه تغيره، انت هتعرفي تغيريه في كام شهر. يا سلام، انت بنت مثقفه وبنت دماغك دي كده. فوقي حبيبتي، فوقي. ما بيتغيروش، التغيير بيحصل بس بعد وقت طويل وبعد طريقه صح، مش طريقه غلط. ومش مع اي حد بينفع التغيير، خلي بالك. في شخصيات كده من الرجاله بيبقى راسها دي يعني عامله زي الحجر، فما بينفعش معاها التغيير. فلو انت مفكره ان انت هتعرفي تغيري جوزك بعد الجواز تبقي غلطانه. تالت سبب: اطفال في اول سنه. الاطفال نعمه ما نستاهلهاش، خير كبير قوي ربنا كاتبه للشخص اللي هيخلف في اول سنه، ولكن مسؤوليه كبيره قوي 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 قوي، وبتكون سبب من ضمن الاسباب اللي انت فيها
مش بتبقي مدركة انت فين وبتعملي ايه ومين دول تمام. طيب تالت سبب هو انك مثلا تبقي قاعدة في بيت عيلة وما تبقيش عازلة في شقتك، او تبقي مثلا قاعدة في شقتك بس مسؤولة عن شقتك بس، لا انت تبقي مسؤولة عن اهل جوزك تحت والدنيا دي، فما بتبقاش مثلا الدنيا لطيفة، بيحصل ضغط وبيحصل لعبكة. غير طبعا المشاكل اللي بتحصل لما بتكون مثلا ان انتوا الدنيا هايصة، فاهمة؟ لو ناس ما تعرفش ربنا فالدنيا بتبقى هيلمون، لكن لو ناس تعرف ربنا فبصراحة بتبقى الدنيا اهدى بكتير قوي، خصوصا لو انتي قاعدة في شقتك لوحدك. طيب بعد كده ان حضرتك انتي والحاجة صاحب البيت مش متفاهمين خالص، كل يوم خناق، كل يوم مشاكل، كل يوم صوتكم بيسمع جيران، ويا سلام بقى يا سلام لو بتتخانقوا قدام اهل البيت كله، يا ده وضع تاسع وليفل تاسع من اسرار بيتك المتبعترة في كل مكان. طيب سادس حاجة انك بتقارني حياتك يا فندم بحياة الناس وحياة اصحابك وحياة الناس اللي على السوشيال ميديا. لازم تعرفي ان السوشيال ميديا مجرد صور، مش كل الناس اللي على السوشيال ميديا حياتها وردي، مش كل الناس اللي على السوشيال ميديا هم بيحبوا بعض، احيانا بيبقى صورة للمكسب وصورة للفلوس اللي احنا عايزين ناخدها من ورا مشاهداتك انت يا مغفلة، وتبدأي بقى انت تقارني حياتك بيا وبمراتي دي اللي هي اصلا ممكن ما تبقاش مراتي، فالدنيا تبقى هيلمان بقى، وانت تروحي تنكدي عليه ده جاب لها مش عارفه ايه وانت ما جبتليش بصي على حياتك انتي وركزي عليها، كفايه بص على حياه الناس، مش تروحي تقولوا ده بنت خالتي جوزها جاب لها مش عارف قد ايه دهب وانت ما جبتليش. انت مالك ومال بنت خالتك؟ ده انا مش عارفه اختي جوزها جاب لها ايه وانت ما جبتليش، برضه انت مالك ومال اختك؟ بصي في حياتك، خليكي في حياتك انتي وبس، فلو سمحتي ما تقارنيش نفسك بحد. طيب حاجه تاني، ان حضرتك بتقارني حياتك قبل الجواز وبعد الجواز. انت قبل الجواز كنت مسؤوله من اب وام وناس عايشه معاكي، فانت مسؤوله منهم. دلوقتي انت مسؤوله عن بيت وزوج وممكن يكون اطفال، فما تقارنيش ده بده، دي حياه ودي حياه، دي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها، دي ليها عيوبها ودي ليها عيوبها، فيا ريت نبطل مقارنات. تمام. اخر نقطه في الاسباب اللي بتبوظ الجواز، ان حد يبقى عارف اسرار بيتك. انا اعرف ناس اسرار بيتها في الشارع مع اي واحده معديه عادي، مع اي واحده معديه اسرار بيتي، مع اي واحده ماشيه في الشارع، ده انا حصل وحصل وحصل وحصل، ده انا وهو مسكنا شعور بعض بص قطعناها. غلط، حتى لو كان لاهلك، لانك هتسمعي نصيحه من دي تبوظ حياتك، وهتسمعي نصيحه من امك او ابوك او اختك تبوظ حياتك. هل ده معناه ان الاب والام او الاهل وحشين؟ ولكن الاهل بيتعاملوا بالعاطفه، امك بتتعامل بعاطفتها، انت اغلى من جوزك بالنسبه لها، فبالتالي هي بالنسبه لها هي عايزاكي تبقي دايما الافضل، حتى لو انت عايشه مرتاحه وحياتك مستقره، ولكن هي دايما شايفاكي انك مظلومه وشايفه فلانه وفلانه وفلانه احسن منك. هل ده عيب في الامهات؟ اطلاقا، ولكن هما لظروف تربيتهم، لظروف العيشه، للغريزه اللي جواهم بتاعه الابوه، هي عايزه بنتها تبقى افضل حال في كل الاحوال في كل الناس في الدنيا اللذيذه دي. فليه انا احكي حاجه لامي او لابويا او لاخويا ابوظ بيها حياتي؟ ليه اشوه صوره جوزي مثلا او اهل جوزي قدامهم، او ليه اشوه صورتهم قدام اصحابي؟ مين اصحابك عشان تحكي لهم حاجه؟ يعني مقبوله حته الاب والام والاهل، بس مين صحابك دول عشان تحكي لهم؟ نعرف ناس بتروح تحكي لاصحابها المصايب كلها اللي بتحصل، ودي في حد ذاتها مصيبه، فبالتالي صاحبتها تروح ظرفها كلمه تيجي تولع الدنيا. طب ما انت بتخربي بيتك بالبطيء، انت بتدمري حياتك بالبطيء. انت مستنيه ايه؟ مستنيه مثلا ان انت تيجي تبقي مولعه وتردي رد مش كويس على جوزك ويروح يطبطب عليكي؟ لا، مش طبيعي في الرجاله، دي مش طبيعه الرجال قوي. في رجاله بتعرف تحتوي الموقف، بس مش دايما هتلاقيهم بيحتووا، مش دايما هتلاقيهم قادرين يتحملوا، ممكن يبقى مضغوط من الشغل، ممكن يبقى تعبان، فتشدوا خناقه كبيره مع بعض. طب ليه ارمي وداني لحد؟ وليه احكي اصلا اسرار بيتي لحد؟ لما انا احط بلاستر على بقي واسكت والدنيا هتبقى مستقر. فحبيبه قلبي اسرار بيتك ليكي انتي وبس.
طيب احنا كده قلنا الاسباب كلها والحبشتكنات اللذيذه اللي احنا اتكلمنا فيها. ايه دلوقتي الحل يا بسنت؟ اتصرف ازاي واتعامل ازاي؟ اول حاجه حبيبه قلبي، اتعاملي واقتنعي بفكره ان ده بقى بيتك، دي شقتك، ده بيتك، دي حياتك، ده جوزك، ده ابنك، دي بنتك. لازم تقتنعي بهذا الوضع. لو ما اقتنعتيش حياتك هتفضل كلها لا حول ولا قوه ليها. انا واحده جايه من المنيا للقاهره، يعني فرق كام ساعه عشان اوصل لاهلي؟ حوالي 6 ساعات عشان اروح لاهلي، بروح كل فتره. فحته ان انا ما تقبلش دي كانت في حته تانية خالص. انا حد بيعرف يتاقلم فده ساعدني. لو حد بقى مش بيعرف يتاقلم كان هيعاني شويه في البداية. لو حد بقى مش بيعرف يتاقلم فكان هيبقى الموضوع صعب، ولكن مش مستحيل. لو حطوا الفكره في دماغه فهو مش مستحيل. هو طبيعي ان اهلنا بتوحشنا، ذكرياتنا بتوحشنا، الكلام كله الجميل ده ماشي، بس خلاص ده بيتي، ده مكاني، ده جوزي، ده اهلي، خلاص لازم اتعامل على هذا الوضع. تاني حاجه، اعرفي جوزك وقربي منه. لو انتي ما كنتوش تعرفوا بعض، او لو انتي وهو كنتوا تعرفوا بعض بس كنتوا لابسين وش الوش المصطنع، اعرفوا بعض على حقيقتكم وتعاملوا على هذا الاساس. قربوا من بعض، حطوا قواعد ليكم انتوا الاتنين. لازم يا حبيبة قلبي تحطي قاعدة او قواعد لبيتك. ما ينفعش بيتك يبقى السيف السايب، ما ينفعش بيتك يبقى بمعنى اصح زريبة، ما ينفعش. جوزك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. وما تقنعونيش ان ما فيش واحده بتعرف تاثر على جوزها. بتعرفي تاثري بالايجابي، بالكلمه الحلوه، بالكلمه اللينه. وهنا اقصد تاثير ايجابي، تاثير يخصك انتي وهو. طيب تعملي ايه؟ بتقعدوا مع بعضيكم تتكلموا. والله احنا مثلا عايزين كل يوم يبقى لينا نص ساعه مثلا نقعد فيها مع بعض، نحكي بقى يومنا وتفاصيله. انا لو غلطت اقول لك انا اسفه، لو في حاجه عايزين نتكلم فيها نتكلم ونتشاور فيها. وتبداي باللين. الموضوع مش هيمشي ستريت من اول مره نهائي، ولكن في البدايه يبقى الدنيا صعبه، ولكن هتلاقي نتيجه حاجه بسيطه. واحده واحده مع الوقت، سنه ورا سنه هتبص تلاقي الدنيا بدات تستقر. تالت حاجه، اعرفي عيوب جوزك ما تتكلميش فيها. ايه بس انت اللي انت بتقوليه ده؟ اه، الراجل لما يحس نفسه اتعرى قدام مراته خلاص شكرا. ما اصلا انا كده كده اتعريت، فاتعريت يبقى ببجاحه ببجاحه بقى اتعامل بقى قدامك. لو هو مثلا بتاع كده ولا كده هتبص تلاقيه عادي. انتي عرفتي وعرتيني وكسفتيني، ويا سلام بقى لو كان الموضوع زي ما انا بقولك كده علني. خلاص انا هخاف من ايه؟ خليها بقى علني بعلني، عيش حياتي، انا هعمل برضو اللي يعجبني. ما تقارنينيش وما تتكلميش وما تفكريش ان انا هبطل. لا، انا عرفت حاجه، التزم الصمت واسكت. واشتغل على ايه بقى؟ اشتغل على الجانب المصلح اللي فيه. مثلا هو حد كريم، حد طيب، حنين، اشتغل على الجوانب دي. والله يا حبيبي انا بحب فيك حنيتك عليا، بحب فيك طيبتك، بحب فيك انك دايما كريم عليا، بحب فيك ان انت راجل في بيتك، بحب ان انت شايلنا ومسؤول عننا. مش كبري يا ماما، كبري منه، كبري. لما تكبري من جوزك وتعلي من شأنه وما تقلليش منه، ده هيفيدك قوي قوي قوي. ودي كلها نصايح بأمانة أنا عايشاها، أنا مش واحدة جاية بقولك شوية كلام مرصوصين. فحبيبة قلبي احنا هنبدأ نشتغل على الجانب المصلح. طب والجانب بقى السلبي هنشتغل عليه ازاي؟ بس اشتغلي بقى على الجانب السلبي من غير كلام برضو. ما احنا مش عايزين كلام، احنا عايزين فعل. يعني ايه؟ يعني مثلا جوزك حد مش بيهتم بنفسه، ابدأي انتي واحدة واحدة. هاتيله مثلا فرشة سنان، حاجات استعمال شخصي، لبس كويس، ستايله مش عاجبك غيري انتي الستايل. حبيبي انا شايفه ان ده هيبقى حلو عليك، ممكن تلبسه، وهكذا. حاسه مثلا ان طريقه كلامه صارمه شويه معاكي مع طبيعه سوق العمل والكلام ده، ابدأي انتي قولي له حبيبي انا هنا مراتك، ممكن تفصل بين الشارع وبيني؟ انا هنا مراتك، كلمني بحنيه حبيبي،
انا مش بحب الصوت ده، مش بحب طريقه المعامله دي، انا بحب ان انت تعاملني بس ان انا بنوتك ومراتك وحبيبتك. كل الحاجات دي بتفرق، كل الحاجات دي بتغير في الوضع. تمام. بعد كده رقم 5، اهتمامك بنفسك وانك تديها وقت. مهما كنتي ومهما عندك مسؤوليات، اكيد 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 هيبقى في نص ساعة، ساعة فاضية في اليوم، خصصيها، خصصيها ليكي. شاور دافي، قعدة حلوة، قعدة رايقة، اجواء حلوة ليكي، رطبي جسمك، اعملي ميك اب حلو، البسي بلبسه حلو. ما ينفعش مثلا انت عشان اتجوزتي خلاص تهملي في نفسك، ده انت بالعكس، انت المفروض اهتمامك بنفسك يبقى دبل. ما ينفعش مثلا انت عشان معاكي بيبي تهملي في نفسك. ما بقولش ان البيبي مسؤوليه سهله، انا عارفه ان هو مسؤوليه صعبه، بس حبيبه قلبي مش هيحصل حاجه لو مثلا اديتيه بابا 10 دقايق ودخلتي بسرعه اخدتي شاور. طب لو انا مثلا قاعده لوحدي مثلا اعمل ايه؟ افتحي باب الحمام، اقفلي باب شقتك كويس وافتحي باب الحمام وخدي شاور وسيبيه. مثلا لو هو مثلا بيحبي فسيبيه مثلا حواليكي كده، حطيه مثلا في اول الصاله عقبال ما يوصلك هتكوني يعتبر خلصتي. لو مثلا هو لسه بيبي حطيه مثلا في سرير كده قدامك، اللي هو بتاع العربيه اللي بتتحرك دي، ايا كان اتعاملي وخليه بقى قدامك. لو في حد موجود معاكي اديهوله 10 دقايق، خدي شاور لذيذ كده، وبعد كده ابدأي رطبي جسمك، رطبي بشرتك، سرحي شعرك كويس، البسي بيجامه حلوه، حسي بكونك انثى. طيب، فاهتمامك بنفسك مهم مهم مهم، وهو بدايه واساس كل الليله دي. لان انت مثلا وانت بنت كان ليكي وقت لنفسك، لكن دلوقتي مش عارفه. فلما تخصصي وقت لنفسك وتعملي روتين كويس لنفسك، فده هيفرق معاكي. بعد كده رقم 6، اعملي روتين ليومك. روتين يومي ايه؟ انا مثلا الطفل اللي معايا بيقوم بينام الساعه كذا وبيقوم الساعه كذا، فانا على اساسه هظبط دنيتي. لو هو مثلا طفل سعيد وبينام الصبح وبيسهر بالليل والدنيا، خلاص هسيستم اموري على هذا الاساس وهتعامل على هذا الاساس. ليه؟ لان انا غلطت من البدايه، ما عملتش سيستم نوم كويس لبنتي او لابني. لو هو الطفل كويس وطبيعي وبينام بالليل وبيصحى خلال النهار، فانا ابدا ان انا في وقت ما هو يصحى ابدا ان انا افوق معاه او افوق قبليه بساعه لو انا هقدر، وابدا ان انا اشوف يومي، اخد شاور سريع، افطره، افطر انا كمان، اشرب حاجه ومش عارفه ايه، وابدا اشوف يومي فيه ايه واتبسط واستمتع. طيب انتي بقى خلاص عندك طفل ومش عارفه تتعاملي وتعبتي وزهقتي ونفسيتك تعبت منه، حبيبه قلبي عايزه افكرك ان الطفل ده نعمه كبيره قوي، في ناس كتير قوي مش طايلاها. فانتي محتاجه انك تستمتعي بكل لحظه هو بيقضيها معاكي، لان هيجي وقت وهتلاقيه مشي، هتلاقيه اتسحل في الدنيا واتاخد وانتي مش موجوده اصلا، ومش حاسه، مش موجوده ان هو مثلا بقى وحش وقاسي، لا، هو بيحبك وانتي امه وغاليه قوي عليه، ولكن غصب عنه هتلاقيه ان هو مسحول في حياته زي ما انتي اتسحلتي في حياتك برضو. فاستمتعي بالفتره دي، حاولي انك تعملي ذكريات كتيره، حاولي انك تتبسطي، حاولي ان انتي دايما اشكري ربنا على النعمه دي تتبسطي بيها. حاولي انك تتصوري كتير معاه، صوري كل الذكريات دي، العبي معاه، اقعدي وقضي وقت معاه. ابنك مش محتاج منك بيت نظيف دايما ولا اكل مش عارفه ايه ولا الكلام ده كله. عادي، عادي ان مثلا يوم ابقى عامله اي اكل سريع، وعادي ان يوم اعمل اكل كويس، عادي. المهم ان انا اقضي وقت مع طفلي. بعد كده لازم تخصصي وقت كل اسبوع مثلا او كل 10 ايام، كل 15 يوم، انكم تخرجوا سوا. اخرجوا شموا هوا، اتفسحوا، حتى لو هتمشوا مشي. اطلعي مثلا يا ستي، لو انت عندكم كورنيش اطلعي اتمشي على الكورنيش، لو انتوا مثلا في كافيهات قريبه منكم اطلعوا اقعدوا في كافيه، اطلعوا اتمشوا شموا هوا، شوفوا الدنيا. ده هيخليكم كأنكم لسه في فترة الخطوبة وهتعيشوا سنكم وهتتبسطوا. طيب بعد كده حبيبة قلبي، ابدأي خلاص انت مثلا في مكان جديد، ابدأي اعملي صداقات تانية، بس صداقات محدودة وناس كويسة. لو كنت غلطتي زمان وعملتي صداقات مع ناس مش كويسة ما كنتيش عارفة تتخلصي منها، دلوقتي فرصة ليكي جديدة. شوفي كل حاجة بتحصل في حياتك على اساس ان هي فرصة جديدة. قربي من ربنا، روحي الكنيسة لو انتي مسيحية،
انا معرفش اخواتنا المسلمين بصراحه هو ينفع يروحوا الجوامع ولا لا، بس اعتقد لا. بس عموما يعني اخرجي، اعرفي ناس. لو انت مثلا مسيحيه، الكنيسه هتكون سبب في ان انت تعرفي ناس كويسه برضو. اطلعي، ادخلي مثلا في انشطه معينه، اشتركي في انديه، مش عارفه إيه. كل الحاجات دي بتفرق قوي، تخليكي تكوني صداقات كويسه. كوني صداقات كويسه، لان الصداقات هتخليكي احسن ونفسيتك احسن وحياتك افضل. هتخليكي ان انتي مش منحصرة بس على بيتك وجوزك والطفل اللي معاكي، هتخليكي انك تطلعي، نفسيتك تتغير، كل الكلام الجميل ده. قربي من ربنا، قربي من ربنا، قربي من ربنا، قربي من ربنا، قربي من ربنا. 5، قربي من ربنا. في الوقت ده ربنا هيكون هو المعين الوحيد ليكي يا حبيبة قلبي. في اي وقت تحسي نفسك انك خلاص تعبتي، الجئي لربنا وصلي كتير وادعي ان ربنا يديك قوة وصبر وطاقة انك تكملي. بعد كده اي وقت فراغ عندك لازم تستغليه. مش لازم تمسكي التليفون تقعدي سكرولينج سكرولينج سكرولينج. بطلي تقارني نفسك بحد، بطلي تبصي على حياة الناس، ركزي على حياتك انتي. الوقت الفاضي ده اقري فيه، اسمعي بودكاست فيه، طوري حياتك الدينية فيه، طوري شخصيتك فيه. شوفي ايه العيب اللي عندك واشتغلي عليه. شوفي مثلا اعملي سكين كيرز، اعملي هير كير، اعملي روتين لجسمك، مش عارفه ايه، حاجات كده بس لطيفه. حتى لو هتجيبي كوبايه حاجه تشربيها، اي مشروب تشربيه، وتحطي رجلك في شويه ميه سخنه، عارفه ده في حد ذاته كده هدوء لاعصابك. تعرفي على هواياتك، شوفي انت بتحبي ايه. بتحبي ترسمي، بتحبي انك تجيبي حاجات مرسومه وتلونيها، بتحبي تشتغلي كروشيه، بتحبي مثلا تكتبي، بتحبي القرايه. شوفي انت عايزه ايه واعمليه في وقت الفراغ ده. حتى لو وقت الفراغ ده نص ساعه هيفرق معاكي قوي. طيب اخر حاجه بقى، ودي مهمه قوي قوي قوي، ومهما اتكلمت عنها حقيقي مش هوفيها حقها، وهو حبيبه قلبي الامتنان. مارسي الامتنان. يوم ما هتمارسي الامتنان هتشوفي كل حاجه صعبه في حياتك هي نعمه. نعمه ان انت عندك شقه، نعمة ان انت عندك عفش قاعدة عليه، نعمة ان انت عندك طفل، نعمة ان انت عارفة تحطي رجلك في الارض، نعمة ان عندك تلاجة وفيها اكل، نعمة ان انت عارفة تمسكي كوباية بايدك تستخدميها، نعمة انك عارفة تجيبي مشروب تحطيه في الكوباية، نعمة ان انت شايفاني دلوقتي، نعمة انك ماسكة تليفون في ايدك، نعمة ان عندك نور، نعمة ان عندك مية، نعمة ان احكي لكم على موقف صغير. انا الحوض بتاعي بتاع المواعين بتاع المطبخ باظ، فمن ضغط الشغل مع جوزي ما كانش عارف يصلحهولي بسرعه، كنت بضطر احط حاجه تحتيه عشان الميه اللي بتنزل. كنت بعاني قوي، قعدت حوالي 3-4 ايام بعاني ويمكن اكتر. فكنت بشيل بقى جردل واحط نزل جردل ومش عارفه ايه، كنت بعاني. تخيلوا عملت ايه؟ شكرت ربنا على نعمه ان كان عندي حوض سليم، ودلوقتي لما انا صلحته فبقيت بشكر ربنا ان انا عندي حوض سليم. الحمد لله، الحمد لله على ابسط التفاصيل. بلاش تقارني شقتك بشقه صاحبتك، وبلاش تشوفي ان الله ده انا فلانه عندها وانا ما عنديش، يا خساره. ومش مارسوا الامتنان. مارسوا الامتنان ان عندك مثلا شريك بيصرف، شريك كويس، شريك فيه صفات حلوه بس فيه كام صفه وحشه، معلش. ابدأوا يا جماعة مارسوا الامتنان في حياتكم، صدقوني الحياة هتفرق قوي معاكم، وهتاخدوا صورة مختلفة عن الدنيا تبقى ماشية ازاي. بحبكم قوي، واتمنى اكون فدت اي حد فيكم، واللي استفاد بحاجة يكتبها في الكومنت، واللي عنده حاجة يضيفها برضه يكتبها في الكومنت عشان كلنا نستفيد.